السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا الصف الأول إعدادي ودرس قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك قلنا من القوة التي تنشأ نتيجة الحركة هي وقوى الكسور الذاتي. طبعا احنا شرحنا الدرس، عايزين بس نراجع عليه مراجعة سريعة كده ونعمل مناظرة ما بين فوائد قوة الاحتكاك وأضرار قوة الاحتكاك. في البداية مين يعرف لي قوة الاحتكاك؟ هي سيف. قوة مقاومة للحركة تنشأ ما بين سطح الجسم المتحرك وسطح الملامس له. قوة مقاومة للحركة تنشأ ما بين سطح الجسم المتحرك والسطح الملامس له. طيب السطح الملامس قد يكون نقط ونقط ونقط. وسط غاز أو وسط صلب أو ماء أو سائل. برافو عليك. وسط غاز زي الهواء، وسط سائل زي المية، أو صلب زي سطح الأرض. برافو عليك. تمام. طب هناك علاقة نقط ما بين قوى الاحتكاك وسرعة الجسم يا سليمان. علاقة عكسية. برافو عليك، علاقة عكسية. طب عايزين نعمل بقى مناظرة دلوقتي ما بين أضرار الاحتكاك وفوائد الاحتكاك. بيجيلي سؤال علل قوة الاحتكاك سلاح ذو حدين. يعني عايز أفهم يعني إيه يا عبد الرحمن سلاح ذو حدين؟ يعني ليه فوائد وليه احتكاك؟ ليه أضرار. ليه فوائد وليه أضرار. يعني ليه فوائد وليه أضرار. ممكن السؤال ده يجيلي على هيئة مقارنة. قارن ما بين فوائد وأضرار قوى الاحتكاك، أو علل الاحتكاك سلاح ذو حدين. معانا طالبين نتعرف عليهم. سيف وعبد الرحمن. قول لي يا سيف، هتكلمني عن فوائد قوى الاحتكاك ولا أضرار قوى الاحتكاك؟ فوائد قوى الاحتكاك. منع انزلاق القدم عند السير. برافو عليك. منع انزلاق القدم عند السير. يعني وانا ماشيه كده ما دام في قوه احتكاك بيني وبين سطح الارض بيمنع الانزلاق، لان سطح الارض لو كان املس خالص مش هقدر امشي عليه، طبعا هقع وهنزلق. طيب تاني حاجه ايه يا سيف؟ التوقف والتحكم في حركة السيارة. التحكم في حركه وتوقف السياره، ان انا عن طريق الفرامل بضغط على الفرامل فبوقف اطار الدراجه او السياره عن الحركه نتيجه الاحتكاك اللي بيحصل بينهم. تالت حاجه نقل الحركة عن الطريق التروس والسيور. نقل الحركة عن طريق التروس والسيور. التروس زي الترس الموجود في العجلة، أو الترس الموجود في الساعة، أو التروس الموجودة في الآلات. ترس واحد بيتحرك فبيحرك جميع التروس الباقية فالآلة تبدأ إن هي تتحرك. أو السيور. السيور يعني إيه؟ عارفين السير الموجود في الفرن بتاع العيش؟ اللي بتحط عليه العيش ده اسمه سير. جزء بيتحرك فالباقي كله بيتحرك. يبقى اذا ثالث فايده من فوائد قوى الاحتكاك نقل الحركه عن طريق التروس والسيور. عبد الرحمن انت بقى تكلمنا عن اضرار قوى الاحتكاك، بس كلي واحده واحده كده. فقد جزء من الطاقة الميكانيكية على هيئة طاقة حرارية. برافو عليك. فقد جزء من الطاقه الميكانيكيه على هيئه طاقه حراريه. اعملوا الايدين ببعض كده، حكوا الايدين ببعض. الطاقة الميكانيكية على الحرارة. دي طاقة ايه؟ ميكانيكية. تحولت جزء منها إلى طاقة حرارية. في الآلات نفس القصة، احتكاك أجزاء الآلة ببعضها يؤدي إلى رفع درجة حرارتها. يعني احنا ايه؟ يعني بيحصل فقد جزء من الطاقة الميكانيكية على هيئة طاقة حرارية. تاني حاجة رفع درجة حرارة الآلات وتقليل من كفاءتها. برافو عليك. رفع درجة حرارة الآلة والتقليل من كفاءتها. أي آلة طبعا مصنوعة من المعدن، لما نتيجة قوة الاحتكاك بيحصل ايه؟ بترتفع درجة الحرارة وتمدد الآلة، فلما الآلة أجزاء بتاعتها بتتمدد بيحصل ايه؟ بتقلل من كفاءتها. حتى لو عندك أي صنايع عنده مكنة معينة يبص الآلة سخنت يقول لك لا ده المكنة ايه سخنت، لا نطفيها شوية ونريحها. ليه؟ لأنه عارف جدا إن نتيجة قوى الاحتكاك بيؤدي إلى رفع درجة حرارة الآلة مما يقلل من ايه؟ من كفاءتها. ثالث حاجة تلف وتآكل الآلات بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتمددها. والله أنت منجح. تلف وتآكل الآلات. ليه؟ لأن الآلة عندي احنا زي ما قلنا عبارة عن معدن، بترتفع درجة حرارتها فتتمدد الأجزاء بتاعتها فهتخبط طبعا في بعضها أكتر مما يؤدي إلى تلف وتآكل الآلات. طب عايز أسألكوا سؤال، يا ترى احنا ليه يتم تشحيم الآلات من حين لآخر؟ يمنع التلف والتآكل بين الآلات. برافو عليك. عشان امنع قوى الاحتكاك او اقلل قوى الاحتكاك فاقلل من تلف وتآكل الآلات. طيب يا ترى احنا مثلا لو بابانا عايز يشتري اطار دراجة او اطار سيارة اللي هو العجل بتاع العربية، يا ترى هيروح ينقي الكاوتش الاطار خشن ولا ناعم؟ خشن. برافو عليك. عشان ايه؟
عشان يزود الاحتكاك. قوى الاحتكاك، فأستطيع التحكم في حركة وسير السيارة بكل سهولة. تمام؟ شاكرين جدا لسيف ولعبد الرحمن، نعمل لهم سباعية. شكرا ليكم، شكرا ليكم.